خالص. انا بحب الاصفر بس ما اعرفش بقى الابيض اهميته ايه، والاصفر ايه الفرق ما بينهم؟ انا طول ما انا هذاكر او هشتغل لازم الاضاءه بيضاء. الاضاءه بيضاء، رؤيه بوضوح. احنا معانا صور لحضرتك لشغلك صح؟ احنا عايزين نتفرج على الصور بتاعت باشمهندس احمد يا جماعه. ماشي نكمل يا استاذ احمد كمل. رؤيه بوضوح، اضاءه بيضاء. فلازم اوض الاطفال اضاءه بيضاء من دون نقاش. المطبخ انا هشتغل فيه. الصور هي يا استاذ احمد؟ ده شغل حضرتك؟ طبعا فعلي. ايوه. دي كلاسيك صح؟ نو كلاسيك. ما شاء الله، تسلم ايدك. الله يخليك. توزيع جميل، انا بقى بحب الستايل ده قوي. تسلم ايد حضرتك. الله يخليك. قول لي بقى على كنا كمل باقي الاضاءه. الابيض والاصفر. الابيض والاصفر. انت بتقولي الولاد في المذاكره الابيض ليهم افضل. بالظبط، لان انا عشان اقرا او اشوف تفاصيل جوه كتاب او اشوف حروف لازم اشوف بوضوح. مع الاضاءه الصفراء عمري ما هشوف بوضوح، لازم تكون الاضاءه بيضاء. ايه المكان الثاني اللي في البيت؟ المطبخ. ما انا بشتغل جوه المطبخ. اصفر ولا ابيض؟ ابيض. كل مكان هشتغل فيه او هذاكر فيه لازم احط ابيض، ما احطش اصفر خالص. وبالذات في المطبخ الاضاءه الصفراء في المطبخ بتسحب الفوسفور من السمك. بجد مش بهزر. ليه؟ هو لون الاضاءه بيجي منين؟ انت قلت لي المره اللي عشان كده بضحك عشان اعرف هتقول ايه. ما احنا ما لحقناش نكمل الحلقه اللي فاتت لما قال لي الاضاءه الصفراء بتسحب الفوسفور من السمك. انا مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه فعلا. الفوسفور مشع والاضاءه مشعه، فبالتالي بتاثر على جوده الاكل. سبحان الله، هي حاجات صغيره جدا، تريكات احنا مش عارفينها وممكن تاثر معانا في حاجات كتير لو احنا عرفنا وقعدنا مثلا مع حد زي حضرتك فاهم ودارس، وقعدنا مع حلقه زي مثلا بتاعتي فيها فقره مهمه زي استاذ احمد وسمعنا المعلومات اللي بيقولها، هتفيد جدا. والله يا جماعه اهتموا والله، واقعدوا واعملوا سيرش واسالوا، صح كده ولا ايه؟ او لما نيجي نعمل حاجه نيجي نسال حد دارس او فاهم. بالظبط، وافتحوا برنامج بيتك عندنا فيه كل حاجه. بالظبط كده. كمل يا باشمهندس، السمك ماله بقى؟ لا، عايزين نقول للناس لو انا مثلا عندي ريسبشن ازاي احط فيه اضاءه قد ايه، او انقي بكام سبوت مثلا، اللي هي حسابات. احنا مثلا عندنا ريسبشن، الريسبشن ده هنقول نفرض ان هو 10 في 15. تمام. مساحته 150 متر، بنضرب ال 150 متر في 1.5 يطلع لنا 225.